تعالوا بقى عشان الناس اللي بتشتكي من الإضاءة العالية شوية، تعال ننزل ده شوية كده. هل كده كويس؟ مش عارف. تمام، يبقى كده كويس لأن أنا ما عنديش أوبشن تاني. أقفل لكم النور؟ خلاص خلينا قافلين النور، والله الإضاءة حلوة قوي كده. حلوة حلوة يعني. تعالوا كده نعدل ده بس مية مية. اوعى بقى تقول لي أنا مش شايفك، أنا مش حاسك. أهو كله تمام، أنا موجود أهو. بس عايز أعدل الإضاءة عشان بحس إن هي بتضرب جامد في التيشيرت. فاهمين قصدي؟ بس كده كويسة، كده مية مية. طيب فاحنا عملنا ايه دلوقتي؟ اول حاجة بنمسك الموبايل كده، شبيه الايفون. تعالى بقى اما فليكس شوية بقى، تعالى اما نشغل الهولو افكت. هندوس كده. اوه ايه ده، ايه ده، بينور. طيب رفايدة الفيديو اللي فات بتقول لي يا زوما انت بدأت شغل التسويق وبتاع. يا بنتي تسويق ايه، انا غلبان. انا بسوق للعملاء وما بعرفش اسوق لنفسي. بسم الله. يعني الموبايل ده اصل هي بتقول لي ايه، بتقول لي 20,000 جنيه وفقير. طب هو انا قلت ان انا فقير اصلا؟ يعني هو انا عشان عندي كام مشكله في كام فيديو قلت ان انا فقير؟ على فكره كلنا فقراء. ده انا يعني والله كلنا اصلا فقراء بطبيعه الحال يعني. وخلينا افكرك بقى، الفقير مش فقير فلوس، الفقير فقير حسنات وخير و... ودين، وايه تاني، حاجات كتير كده، حاجات كتير. بس فطبعا الحمد لله. ايه رايك في الموبايل؟ ها. طيب فطبعا انا صحيت الصبح النهارده بعمل ايه بقى؟ اول حاجه قررت ان انا اقول الاذكار. حلو، اقول الاذكار عادي خالص. وبعدين واثناء ما انا بقول الاذكار بنعمل قهوه اهي، القهوه دي ماشي. امم جميله، جميله. آه... ايه تاني؟ طبعا انا ليه بعمل بقى كل ده مع بعضيه؟ عشان انا عندي شغل، فما ينفعش ان انا ابقى براحتي. خصوصا ان انا مفيش حد بيراقبني ومفيش حد بيوجهني، انا براقب نفسي وانا بوجه نفسي، وانا بفضل الله بفضل الله يعني بعمل فلوسي. انا بعمل شغلي وعلى حسب مجهودي هيبقى آه الفلوس اللي انا هعملها باذن الله. فاهمين قصدي؟ ده نظام شغلي. بس طيب انا شغلي في ايه؟ زي ما انا قلت لكم قبل كده، انا شغال في المجال العقاري. آه بس ده مش الشغل الاساسي. لان كان في حد قبل كده سالني قال لي يا حازم، هو انت ازاي، او انا عايز ابدا في المجال العقاري، تنصحني بايه؟ باشا، اول حاجه نصحتك بيها قلت لك ان انت ما ينفعش تشتغل المجال العقاري ان هو يبقى your only source of income. الدخل او مصدر الدخل الوحيد بالنسبه لك، دي كارثه، ما تنفعش. ليه؟ خصوصا لان لو انت في مصر، يعني مش عايز العبك في الكلام، بس يعني الدنيا مش احسن حاجه. لازم يبقى في اكتر من وضع. خلاص. لو انت بره مصر ممكن يبقى الحوار بشكل تاني، انا مش عارف. ولكن بشكل عام خلينا نقول ان لا، انا بالنسبه لي في مصر هنا ما اقدرش ان انا اشتغل في المجال العقاري من غير ما يبقى عندي شغل تاني. فانا شغلي التاني بيشمل ايه؟ بيشمل ان انا متخصص في تصوير الريلز وعمل الحملات الاعلانيه لاصحاب بقى المحلات ومعارض الاساس، معارض الابواب المصفحه. فده شغل الاساسي. ان انت لو عندك محل، فانا باجيلك بصورك ماشي، وبعمل لك حمله اعلانيه بالفيديوهات اللي احنا صورناها. طبعا الفيديوهات دي بيبقى في ناس تعبت فيها، زي مثلا عندي حد بيكتب سكريبت، عندي حد بيعمل التعديلات. لو انا مش فاضي في حد تاني بيروح يصور. ماشي. طبعا انا مش هعمل كل حاجه.
في نفس الوقت انا بطلع بعدي على العملاء، اللي هو السلام عليكم، صباح الخير، عاملين ايه في التسويق عندكم؟ طيب عندكم صفحه او انتوا شغالين اوفلاين بس؟ طيب ايه رايك ان احنا ممكن نعمل كذا وكذا وكذا؟ فانا بعمل سيلز، انا يعتبر بعمل كل حاجه لو في حد مش متاح. وكصاحب بيزنس بحاول ان انا اقوم بدوري عشان اقوم البيزنس بتاعي، يعني فاهمين قصدي؟ بس فطبعا بعد بقى ما السكريبت بيتكتب، وبعد ما الفيديو بيتصور، اللي بيحصل ان آه اسمه ايه ده، بنعمل حملة إعلانية بقى. الحملة الإعلانية دي من شأنها إن هي تستهدف العميل المستهدف اللي إحنا عايزين نبيع له الحاجة دي، فاهمين قصدي؟ فده شغلي، ده شغلي، وده اللي أنا كنت هتكلم عليه فاكرين لما أنا عملت بوست وقلت إن إحنا لو حد مهتم إن هو يشتغل من البيت ويعمل فلوس ويتعلم مهارة تجيب له فلوس بالفعل، فده اللي إحنا هنتكلم عليه إن شاء الله. ف طبعا شكل كده هعمل جروب على الواتساب او التليجرام. حاسس ان انا عايز اعمله على التليجرام، والله مش عارف لسه، لان الموضوع بتاع الواتساب بيبقى رخم ساعات شويه. المهم يعني ان المفروض هنعمل جروب. الجروب ده هندخل فيه الناس اللي مهتمين بالمجال. مجال ايه؟ مجال ان هم يتعلموا الميديا باينج او عمل الحملات الاعلانيه على منصات ميتا، اللي هي فيسبوك وانستجرام. خلاص، فان شاء الله هيجي وقتها. بس انا عشان حرفيا انا مسحول الفتره دي، وانا عايز اعلمكم وعايز افيدكم، لان دي حاجه من واقع شغلي. انا مش هقول لك حاجه موجوده في كتاب، فاهمين قصدي؟ بس فعايز احضر الموضوع صح ونظبط الدنيا مع بعض. بس طبعا ناقص حاجه واحده دلوقتي. طبعا أنا الحمد لله يعني هي الاذكار لسه مخلصتهاش، وطبعا القهوه اديني بشربها، واتكلمنا شويه في الشغل. عايز اكل، عايز حاجه كده، ساندوتش يعني، حاجه كده تفتكرني هتكلم على كباب وكفته او بيض. ده هعمل ساندوتش جبنه او ساندوتشين جبنه، ويبقى كده زي الفل. وابدا بقى ان انا البس ماشي، عشان انا طبعا لابس تيشيرت، ده مش هينفع اطلع بالتيشيرت والشورت، يعني انا راجل لابس شورت دلوقتي بس. والعربيه طبعا بتعمل ايه معايا العربيه بقى الفتره دي، عشان بس اللي مش متابع، ما انت لو متابع هتعرف. العربيه بقى لها فتره عطلانه، وبتمشي عارفين، بس بتمشي اللي هو بتمشي بالراحه، وانا ما ينفعش اضغط عليها عشان في حوار كده في دورة الزيت في الموتور. عارفين انتوا يعني دورة الزيت ما بتوصلش الزيت لوش الموتور من فوق، فالعربية بتسخن وبتقعد تعمل صوت تكتكة كده عالي. فطبعا لو انا فضلت ماشي وكمان بسرعات عالية والتكتكة بتزيد والحديد بيحك في الحديد، فطبعا هبوظ الدنيا خالص. فان شاء الله باذن الله لازم اوديها للميكانيكي. امتى يا ربي؟ الاسبوع ده، الاسبوع ده لازم اوديها للميكانيكي. لان انا رحت للميكانيكي، انا مشكلتي في حاجه، المشكله مش كلها في الفلوس. المشكله ان انا لما رحت له اخر مره ما كانش عنده مكان. يعني انا بسم الله ما شاء الله رحت له لقيت عنده صف عربيات كده، والعربيات كلها بقى الكبوت مفتوح والشنطتها مفتوحه وشغلانه. فطبعا قلت له بص كده الوضع ايه؟ قال لي لا انت كده هنضطر ان احنا هنفك وهنروح للخراط وبتاع. فانا قلت له اه لا دي قصه بقى. طب وبعدين؟ قال لي انت كده هتعدي عليا اصلا في وقت تاني عشان انا مش فاضي زي ما انت شايف كده. فقلت له خلاص، انا كده كده مش مستعد لهذه المغامره حاليا، يعني المغامره مكلفه. فطبعا قلت لا يا باشا، خليني بقى ايه، ابقى انسان موتورجلي، استخدم الموتورجل وامشي بس. فطبعا اخدت العربيه بقى وروحت وبدات ان انا امشي بيها
تاتا تاتا في المشاوير اللي انا مكسل فيها، عارفين. انا عايز اقول لكم ان مره، مش هتصدقوا مره انا عملت ايه، والله العظيم. من كتر ما انا مفتقد للمشي، الحمد لله يعني. آم، عارفين انتوا كارفور العبور؟ كارفور العبور ده اخدته مشي بتاع 13 كيلو لحد ما وصلت البيت. من كارفور العبور لحد جوه بقى العبور لحد البيت 13 كيلو ماشي. يوم ايه اللي يحصل؟ يوم ايه اللي يحصل سعادتك معليك؟ آم، بعد ما وصلت كده قبل البيت بحوالي مثلا تقريبا 4 أو 5 كيلو، الاقي واحد بيقف بالعربيه الساعه 2 بالليل، بيقول لي هندسه خد تعالى، انت ايه رايح فين؟ قلت له انا والله داخل جوه كده. فقال لي طب تعالى اركب. وانا بصراحه ما كنتش قادر، كنت لابس جزمه فلات، وطبعا الفلات ما بيمتصش بقى صدمات ولا بتاع. المهم فهو شيك اكتر من ان هو مريح او عملي. المهم فركبت معاه وقال لي انت جاي منين وبتاع، انت باين عليك ماشي بقالك فتره يعني او مسافه. قلت له والله انا جاي من عند كارفور. قال لي ايه كارفور؟ وبص لي كده. قلت له ايوه يعني، والله بص ما جاتش معايا ان انا عايز اركب اي حاجه، وقلت عايز اتمشى، فاتمشيت لحد ما جبت جاز يعني. قال لي لا ده انت كده، مش عارف اقول لك ايه، ازاي ازاي يعني. بعد كده تخيل قال له ايه بقى، بس اعتقد الموضوع ده يستحق قصه هنتكلم عليها في فيديو تاني، هيبقى جميل قوي. بس المهم ان هو وصلني البيت والحمد لله وبتاع، كله زي الفل. بس فدلوقتي بقى طبعا انا هسيبكم، هروح بقى اشوف انا هلبس ايه وهاكل ايه عشان امشي واتوكل على الله. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ان الله بالغ امري. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ماشي. فاستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. اشوفكم الفيديو الجاي، ومع السلامه.